السلام عليكم، انا اسمي محمد. وفي الفيديو دوت هتكلم عن كل اللي ابل عملته جديد في الايفون 15 برو و15 برو ماكس. يلا بينا. مبدئيا كده الايفون 15 برو و15 برو ماكس موبايلين اقوى من بعض، واول حاجه تخليهم قويين جدا بسبب الفريم التيتانيوم القوي جدا المتين جدا اللي ممكن يخليك تمشي بالموبايل من غير الكفر. غير كده هو هيدي شكل بريميوم جدا للايفون. والتيتانيوم اللي الموبايل مصنوع بيه هو الجريد 5 تيتانيوم، وهو نفس التيتانيوم اللي مصنوع بيه المارس روفر، المكوك اللي هبط على المريخ. نفس الماتيريال بتاعته موجوده في فريم بتاع موبايل انت ماسكه في ايدك عادي. واكيد التيتانيوم هيخلي الايفون يبقى اقوى بكتير من قبل كده، عشان قبل كده كان بيبقى مصنوع من الستانلس، فالتيتانيوم دوت هيبقى اقوى بكتير. وكمان هيخلي الموبايل يبقى وزنه اخف بكتير. وتاني حاجه تخلي الايفون 15 برو و15 برو ماكس موبايلين قويين جدا هي البروسيسور بتاعه بالشيب الجديده ال A17 برو. ودي اول مره ابل تسمي تشيب باسم برو، بس هي فعلا برو. ال A17 برو بيقدم حاجات كتير جدا، منها ان هو بقى 19 مليار ترانزستور وشوية تطويرات في النيورال انجن، وان هو اسرع من اسرع تشيباية واللي هي من ابل برضو واللي هي A16 بايونيك. وكمان بقى في تطويرات رهيبة جدا في الجي بي يو اللي هتخليك تلعب على الايفون العاب ما كانتش بتتلعب على موبايلات اصلا، كانت بتتلعب بس على كونسولز وبي سي بمواصفات خرافية. بسبب ال A17 برو هتقدر تلعبها على الايفون 15 برو و15 برو ماكس. وكمان ال A17 برو جايب معمارية 3 نانومتر، واللي هتخليه يوفر في البطارية اكتر بكتير من قبل كده، واللي ممكن تخلينا نشوف بطاريات احسن بكتير من قبل كده في الايفون 15 برو و15 برو ماكس. وبقى في حاجة جديدة اسمها الالترا وايد باند، اللي هتخلي لو صاحبك بعتلك اللايف لوكيشن تقدر تلاقيه شبه ما كنت بتلاقي الاير تاج او الايربودز عن طريق ابلكيشن فايند ماي، وهيوريك الاتجاهات وهتمشي ازاي وفاضل قد ايه عشان تلاقي صاحبك. الايفون بقى فيه USB-C، ومش بس في نسخة البرو ده، كمان في النسخة العادية، بس في نسخة البرو اسرع من كابل اللايتنينج 20 مرة. يعني هتاخد سرعة شحن اسرع من اللايتنينج بكتير. واكيد الحاجة اللي بقالها تقريبا من اول ايفون نزل ما اتغيرتش، وهي السايلنت سويتش اتحولت بقت اكشن بutton شبه اللي موجود في الابل واتش الترا بالظبط. دوت ممكن تكستمايزه ان هو يعمل اي حاجة انت عايزها. ممكن اول ما تدوس يبدا فويس ريكوردنج، او ممكن يفتح الكاميرا، وممكن كمان تربطه باي شورت كات جوه ابلكيشن الشورت كات نفسه بمجرد ان انت تدوس عليه. اخر حاجه هنتكلم عليها وهي الكاميرا، وابل بتسميها في النسخه البرو كاميرا، وهي فعلا برو السنه دي. والبرو كاميرا السنه دي فيها تغييرات واضحه كبيره عن البرو كاميرا بتاعت السنه اللي فاتت. اولا الكاميرا لسه 48 ميجا بكسل، بس السنسور نفسه كبر. ولما السنسور كبر بقى فيه فيتشرز كتيره في الكاميرا، مثلا زي ان هو بقى احسن في اللو لايت في النايت مود عشان بيدخل اضاءه اكتر. وابل عملت في الكاميرا 7 لينسز جداد. 7 لينسز جداد دول يعني زوم اكتر، واول 3 لينسز موجوده في ال1 اكس. كل ما تدوس على 1 اكس هيزوم اكتر، تبقى 1.2 1.5. وبالنسبه للمصورين ال 1.2 و 1.5 دي بتحول للينسز بالمليمتر، زي ال 24 ملي وال 28 ملي وال 35 ملي. وبقى في لينس بس موجوده في الايفون 15 برو ماكس، وهي اللينس ال 120 ملي، ودي تعتبر 5 اكس اوبتيكال زوم. اخيرا ابل عملت زوم، بقالها سنين ما عملتش زوم. اخيرا عملت ال 5 اكس، بس موجوده بس في الايفون 15 برو ماكس. وكده 5 اكس مش جديده على الاندرويد، بقالها كتير، بس ابل عملتها احلى. عملوها مرايه في مرايه في مرايه في مرايه، مرايات صغيره كده، وفي الاخر عملوا ال 5 اكس اوبتيكال زوم. واخر حاجه في الكاميرا وهي حاجه تحفه بصراحه، ابل عملت مود كده. المود دوت بيصور 4K 60 فريم في الثانيه برو ريز. البرو ريز دوت بيطلع الكام ثانيه منه بيبقى بالجيجا بايت، فطبعا اكيد مش هتصور بالمود دوت. فعملوا ايه؟ استغلوا التايب سي وخلوك ان انت تقدر وانت بتصور بالمود دوت توصل SSD external
وتصور عليه دايركت. فهم قلبوا الموبايل كأنه كاميرا بالظبط، وهو فعلا كاميرته تحفة جدا. وعلى فكرة كاميرا الايفون بقت فيريفايد من الايسز، والايسز دي اللي هي الاوسكارز، فيريفايد ان هو يصور افلام وتاخد جايزة الاوسكار. حاجة بجد خرافية. واخر فيتشر في الكاميرا وهي السبيشيال فيديو، شبه السبيشيال اوديو بالظبط اللي كانت في الايربودز برو، موجودة في الكاميرا بتاعت الايفون 15 برو 15 برو ماكس. وهي ان انت بتصور 3D باستخدام الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترا وايد، واكيد مش هتعرف تتفرج عليها في الايفون عادي، فلازم تكون معاك الابل فيجن برو. وده كان كل التطويرات اللي موجودة في الايفون 15 برو و 15 برو ماكس. بجد موبايلين طفرة تحفة جدا، وبقى فيه تغييرات قوية جدا عكس السنين اللي فاتت، تغييرات بسيطة. لا، السنة دي فيه تغييرات واضحة وكبيرة. وبس كده، متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي.